مساء الخير. عايزين نعرف ازاي السفارة بقت في العمارة. طبعا كلنا عارفين ان اي سفارة او قنصلية لازم بيكون مبنى كامل فخم لانه بيمثل دولة معينة، زي القنصلية الفرنسية والسويدية اللي موجودين في المنشية في اسكندرية، والقنصلية الايطالية اللي موجودة في محطة الرمل، والسفارة السعودية اللي موجودة في الدقي في القاهرة وقنصليتها في اسكندرية، وغيرهم من السفارات والقنصليات الفخمة. لكن ايه حكاية السفارة اللي ما يتسموش وايه اللي خلاها مجرد شقة في عمارة، رغم ان الامن المصري عنده القدرة انه يأمن ويحمي اي منشأة مهما كانت؟ اهلا بيكم، انا علي عبد الخالق، وفي الحلقة دي هجاوبك على سؤال ازاي السفارة بقت في العمارة. الموضوع بدأ بزيارة الرئيس السادات للقدس وتوقيع معاهدة السلام في البيت الأبيض 26 مارس 1979. بعدها بشهور بدأ التطبيع وتبادل السفارات بين الدول. ومن هنا خليني احكي لك 6 حكايات بمشاهد مختلفة هترد على سؤالك ده. الحكاية بدأت بزيارة مصر وفد من الخنازير عشان يدوروا على مقر للسفارة، ومحدش كان راضي يديهم أي عقار يعملوا في سفارتهم، لحد ما وافق صاحب الفيلا رقم 23 شارع محي الدين أبو العز في الدقي مقابل 4300 دولار شهريا، واستقروا على الفيلا دي وأجروها عشان تكون أول مقر للسفارة في مصر والشرق الأوسط كله. ووقت رفع العلم الإسرائيلي كان في ستات واقفين في شباك، وأول ما اترفع العلم بدأوا يصرخوا وانهاروا من العياط، لأن وقتها كنا خارجين من حروب مع الخنازير وكان في شهداء كتير دمهم لسه ما بردش، واتخلط صوت الصراخ مع صوت التصفيق والتهاني، ونكدوا عليهم الاحتفال بالافتتاح. بعدها حاولوا يمنعوا الموضوع من التنفيذ لكن فشلوا. الحكاية التانية بقى كانت يوم الافتتاح برضه، وكان الرئيس السادات مشدد الحراسة على الافتتاح ومدي أوامر لوزير الداخلية وقتها النبوي إسماعيل، والأوامر كانت لكل الأقسام في كل المحافظات إنهم ينزلوا الشوارع ويمنعوا أي متظاهر يفكر في الاعتصام، حتى لو واحد فكر يكتب لافتة اعتراضية على الحيطة كان بيتم اعتقاله فورا، عشان عايزين يثبتوا إن الشعب كله مرحب بالتطبيع. لكن الاعتراض جه من حيث لا يدرون، عن طريق شاب من قرية بسيطة في القليوبية فكر وخطط إزاي يوصل صوته في وقت ما كانش حد ليه صوت اصلا مهما عمل، وراح للوحده المحليه اللي هي كانت البلديه اياميها، وسيطر عليها بسلاح ناري وتحفظ على الموظفين كرهاين، وكان واخد معاه شنطه كبيره مليانه اكل وشرب ومكبر صوت، وكان عامل حسابه لكل حاجه، وشغل مكبر الصوت على اغاني وطنيه وقران عبد الباسط وخطابات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وطلب من خلال مكبر الصوت طرد السفاره من مصر، وده كان حديث المدينه وقتها. الشاب ده اسمه سعد حلاوه. رغم تكتم الاعلام على الخبر، لكن سعد قدر يوصل صوته للعالم كله، فاتصل النبوي اسماعيل بالسادات عشان يحكي له اللي حصل، فسأله السادات الواد ده تبع مين؟ قال له مش تبع حد، ولا اخواني ولا شيوعي ولا ليه ملف سياسي ولا حتى مسجل عندهم، وقال له من ساعة ما سيطر على الوحدة بيعمل كذا 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 وبيشغل اغاني حماسية وخطب عبد الناصر. فرد السادات وقال له مش بيحب عبد الناصر؟ ابعته للي بيحبه ونقرا عليه الفاتحة. وفعلا تم تنفيذ الامر قبل نهاية اليوم. السفارة كانت طالبة فريق صيانة عشان يعمل تجديدات للسفارة، لكن اي حد كان بيوصل للمطار تبعهم كان بيتصدم من سوء المعامله. ملحق العلاقات الدبلوماسيه قال لما وصلنا المطار لقينا ساحه ميته، ووقفنا على معداتنا مش لاقيين مساعده ولا استقبال، وكنا محروجين جدا. وبسبب ده واسباب تانية قدم السفير طلب نقله بسبب احساسه بالعزله والوحده وسوء المعامله قبل ما يمر 3 سنين على وجوده في السفاره في القاهره. حتى السفير اللي جه بعد منه كان بيعاني من نفس المشكله، ودي كانت الحكايه التانية. بعد حكاية سعد حلاوة وفرض وجود السفارة على المصريين، انتشرت المظاهرات في كل حتة وقدام السفارة تحديدا، وده اللي خلى الحكومة تغير مكان السفارة لأنهم شافوا إن موقعها مش مناسب وغير مؤمن، ده غير إن المكان كان ضيق عليهم، وبدأوا يدوروا على مكان جديد. وأثناء البحث مسؤول الأمن في السفارة جات له فكرة مختلفة، وهي إن السفارة تكون في شقة في عمارة مش مبنى كامل. وقال مسؤول أمن السفارة بلاش نعمل زي سفارات الدول اللي بتاخد مبنى من بابه، لأن ده هيخلي تأمين المبنى صعب. احنا ندور على مبنى يكون داخل عمارة سكنية، وبالتالي اللي هيفكر يعمل اي تصرف ضدنا هيحط في دماغه ان في سكان مصريين هيتأذوا، وبالتالي هنبقى احنا في الامان. رفض الامن المصري فكرة السفارة في العمارة وانها لازم تكون مبنى منفصل، لكن رأي السادات كان مختلف وقال للحكومة سيبوهم يعملوا اللي هم عايزينه. وبالفعل دوروا على شقق كتير، وكل مرة كان الموضوع بيبوظ قبل التعاقد.
اول ما صاحب العماره يعرف هم مين، لحد ما قرروا يجيبوا وسيط يتم التعاقد من خلاله. وبالفعل جابوا واحد وسيط وجاب لهم عماره 18 دور تملكها جمعيه تعاونيه، وتفاوضوا على اخر دورين فيها ب4 شقق، ودفعوا 2 مليون دولار كاش، ووقتها كان المبلغ ده مبلغ ضخم. وتم نقل الملكيه للسفاره، لكن كل ده تم من غير اشراف الامن المصري او معرفته، واللي اتفاجئ باجراءات البيع الخفيه. الاستاذ الكبير محمود عوض كان ساكن في نفس العماره لكن قبلهم ب6 سنين، وده اللي حكى الحكايه الخامسه، وقال ان اختيارهم للعماره دي كان لاكتر من سبب، زي انها اعلى عماره في المنطقه كلها، وده يخليها تكشف كل الشوارع وتكشف البيوت من غير ما البيوت والشوارع تكشفها، وطبعا كل ده هيسهل تامينها. ثانيا العماره قدام كوبري الجامعه اللي بيمر عليه كل يوم حوالي 150 الف طالب، فهيشوفوا العالم وهم رايحين وهم جايين، وده هيثبت لهم اننا بقينا موجودين سواء برضاكوا او غصب عنكم، ولو مش عاجبك ارجع لحكومتك اللي مضت معانا اتفاقيه سلام وتطبيع. ومع مرور الوقت ورؤيه العالم كل يوم هيبقى عادي وهيتم كسر اي حاجز نفسي. ثالثا ان بيت الرئيس السادات كان قريب من العماره دي وقتها، واجهزه التصنت الحديثه الموجوده وقتها معاهم هتخليهم يتصنتوا على بيت الرئيس، والاجهزه دي طبعا ما دخلتش بشكل رسمي لكن اتهربت في الشنط الدبلوماسيه اللي مش بتتفتش. رابعا وجود السفاره في عماره سكنيه هيخلي المعترضين على وجودها يخافوا يعملوا فيها اي حاجه زي تفجيرات او اشعال نيران او اي شغب، لان العماره فيها سكان مصريين. سادسا في فرضيه كمان بتقول انهم اصروا ان موقع السفاره يكون في غرب النيل، رغم ان اغلب السفارات مقرها بيكون في حي جاردن سيتي شرق النيل، لكنهم رفضوا شرق النيل لانهم بيعتبروا كل ما هو شرق النيل ملكهم اصلا، بس لسه ما تمش استرداده. اكيد طبعا انت سمعت عن حلم مشروع النيل والفرات، لكن هم كانوا عايزين ياخدوا مكان جديد في الغرب. سادسا في فرضيه كمان بتقول انهم اختاروا الدورين دول وقتها عشان يكون اعلى من تمثال نهضه مصر اللي كان موجود جنب السفاره. وبسبب وجود السفارة في العمارة حصل مشاكل كتير، مشاكل استمرت لعشرات السنين، حتى في عهد الرئيس مبارك في فترة التسعينات لما السفارة فرضت رسوم مالية إجبارية لتجديد العمارة وصلت لآلاف الدولارات، والسكان رفعوا قضية على طرد السفارة، لكن السفارة نجحت في استمرارها في المبنى. وفي نص التسعينات كانت السفارة مستهدفة ل3 خطط، وده اللي خلاهم يمدوا السفارة بتحصينات وفرق إسرائيلية مؤهلة. وكان في مشاكل تانية لأن الرئيس مبارك كان رافض طلبهم المستمر بتمليكهم أي مبنى أو منشأة لقيام سفارة، وكان بيسمح لهم بالايجار فقط وما كانش بيسمح للتمليك، ودي كانت السفاره الوحيده اللي مبناها ايجار مش ملك. حتى اسم الشارع اللي فيه السفاره تم تغييره من شارع ابن مالك لشارع محمد الدره بعد تصفيته وقتها في احداث غزه، وطلبوا منه يرجعوا اسم الشارع القديم، لكن مبارك قال لهم العنوان لم يستدل عليه. وبعد طرح فيلم السفاره في العماره حاولوا يكرموا الفنان لطفي لبيب عن تمثيله دور السفير، لكنه رفض وقال لهم انا كنت في حرب اكتوبر. وطبعا موضوع الدره وغيره من الاعتداءات المستمره على العرب كانت بتشعل نيران الغضب داخل المصريين، وكانت اول حاجه بيعملوها يروحوا على السفاره عشان ينتقموا. حتى وقت الثوره ضد الحكومه المصريه السفاره خدت نصيبها برضه واتحاصرت وكلهم اتحبسوا فيها، وبسبب كل المشاكل دي كان في اقتراحات لغلق السفاره، لكن انتهت بعد ما الحكومه المصريه طمنتهم وقالت لهم معلش الشباب بس بيفرغوا طاقتهم، بس كل شيء تحت السيطره واحنا بنعرف نتصرف، وهنبني لكم اسوار تحت السفاره ونعمل حراسات مشدده في العماره. وده كان خطاب وزير الداخليه للسفاره، لكن بعد ايام المتظاهرين هدموا السور والحواجز الامنيه واقتحموا السفاره نفسها واخدوا وثائق واوراق دبلوماسيه منها. وقوات الامن اتدخلت ومات 4 متظاهرين، والجيش المصري اتدخل عشان يخرج المحتجزين من جوه السفاره وخدوهم على مطار القاهره مباشره. وقتها اللي ما يتسموش قالوا لو ما كناش هددنا بتدخل عسكري اسرائيلي ما كانش الجيش المصري تدخل وحرر المحتجزين. وعلى مدار 30 سنه احتفظت السفاره بمقرها بالعافيه لحد ما اتنقلت لبيت السفير الاسرائيلي في المعادي، وده كان مقر مؤقت بعد 4 سنين من غير مقر للسفاره. واستمرت المشاكل لحد 2023، بعدها تم اجلاء الموظفين من السفاره، وده بسبب خوفهم وتوقعهم من اللي هيحصل لهم وقتها. ودي كانت كل حكايات السفاره من وقت نشأتها في مصر لحد 2023. عرفت بقى ليه السفاره بقت في العماره واشمعنى العماره دي تحديدا. كان معاكم علي عبد الخالق، نتقابل في حلقه جديده مع اجابه سؤال جديد.